السؤال ده حلو، بيقول لك ايه السؤال؟ يقول الشيخ اللي هو المؤلف يعني: فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. هو بيقول لك بقى مش المفروض اني اشغل مخي وافهم؟ يعني ازاي الشيخ يقول كده؟ يعني يكفيني التسليم؟ طيب خليني اقول لك حاجه. طبعا لازم تشغل مخك وتفهم، لازم تشغل مخك وتفهم وتتفكر وتعقل عشان تعرف امر ربنا. ولما تتفكر وتشغل مخك في امر ربنا سبحانه وتعالى نفسه وتفهم الحكمه هتزداد يقينا. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويطمئن القلب ده جميل جدا، ولكن لو ما عرفتش توصل للحكمة يكفيك ان انت تبقى عارف الامر بس. يكفيك ان انت تبقى عارف الامر بس. طيب افرض مش مقتنع. يعني ايه مش مقتنع؟ مش سمعت الامر في القرآن او في السنة مش خلصنا؟ تمام. لا، ما انا لازم اقتنع. يعني ايه؟ خلينا اقول لك حاجة. ابليس ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو يسجد لسيدنا ادم. ابليس فكر كده، قال لك والله يعني سيدنا ادم ده مخلوق من الطين، انا مخلوق من النار، والنار يعني اشرف من الطين، فما ينفعش ان انا اسجد له. لا مش هسجد. ما اقتنعش. خلي بالك، ابليس مش بس عصى، ده ابليس عصى بإباء. يعني قال له لا، يعني انا مش هعمل كده لان ده امر بالنسبه لي غلط. تمام. غير سيدنا ادم. سيدنا ادم عصى ولكن كان معترف بالصح. يعني كان غلط ان انا اكل من الشجر، بس كلت منها ليه؟ لان انا ضعيف. طب وايه ده؟ انا بستغفر الله وبتوب. تمام. ففي فرق بين اتنين، بين واحد بيقول لربنا لا انا مش مقتنع وفكر في الموضوع شايف ان والله ان الموضوع ده مش ما يصحش، وفي واحد بيقول والله انا غلطان وربنا يعفو عني ويغفر لي. في فرق كبير جدا جدا بين الاثنين. فربنا سبحانه وتعالى اداك العقل وقال لك تتفكر عشان تعرف توصل له وتعرف توصل للحكم فتزداد يقينا، مش عشان تحكم على كلامه بالرفض. لانك شفت اللي حكم على كلام ربنا سبحانه وتعالى بالرفض، ربنا حكم عليه بايه؟ الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فحتى وانت بتعصي لازم تبقى فاهم عشان ما تخشش في معصية تبعدك الى مكان يعني في حتة تانية خالص. في حتة تانية خالص. طبعا ما تعصيش وتوب لله عز وجل، وكلنا لازم نمتثل، ولكن في فرق كبير جدا بين ان انت تعقل عشان تعرف ازاي توصل، وفي فرق بين ان انت تعقل فما تقتنعش فتقول لربنا لا. لا، مش ده المقصود. تعرف الحكمة تزداد يقين، ما تعرفهاش تمتثل لأنك عبد مسلم ومسلم.